هنعمل مع بعض النهاردة أسرع وأسهل وأخف وجبة غدا ممكن تعملوها. هنعمل الرز الخطير ده مع شوية مكونات هنحطها عليه، هتحوله من رز عادي لوجبة رز متكاملة. أهم حاجة بقى في الموضوع ده كله إنها وجبة خفيفة جدا، ما فيهاش دهون كتير، وإن الوصفة كلها هنعملها في حلة واحدة. أول حاجة هنعملها هنجهز تتبيلة بسيطة. هنحتاج لأربع أو خمس فصوص من الثوم هنفرمهم فرم ناعم، وهنحتاج معاهم كمان لقطعة صغيرة من الزنجبيل، برضو هنفرمها ناعم. لو الزنجبيل الطازة مش موجود ممكن نستعمل البودر، نحط منه نص معلقة صغيرة. ومعايا كمان نص كيلو من اللحمة، قطعتها مكعبات صغيرة عشان تستوي معانا بسرعة وتبقى سهلة كمان في الأكل. ممكن تستعملوا بدلها فراخ لو حابين. هنحط بقى عليها توم والزنجبيل اللي فرمناهم، وربع كوباية من الصويا صوص، ومعلقتين كبار مليانين من العسل، وهنعصر عليهم كمان ليمونة كبيرة أو ليمونتين صغيرين. واخر حاجه هنضيف عليهم 3 او 4 معالق كبار من زيت الزيتون، ودول بقى اللي هنسوي فيهم كل الاكله، مش هنحط عليهم اي دهون تاني. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها كويس قوي، وهنغطيها ونسيبها في التلاجة نص ساعه بس تتشرب من التتبيله. لو عندكم وقت سيبوها في التتبيله براحتها. وفي طاسه عميقه او الحله اللي هنسوي فيها الاكله كلها، هنحطها على النار ونسيبها تسخن كويس قوي. وبعدين ننزل فيها باللحمه، عايزين نديها صدمه، ونسيبها لحد ما نلاقي لونها كله غير وبقت كلها لون واحد. نغطيها ونسيبها على نار هادية لحد ما تستوي تماما. لو احتاجت شوية مية ممكن نزود ربع كوباية ولا حاجة من المية السخنة لحد ما نلاقيها استوت واتشربت ميتها كلها بالشكل ده. أهم حاجة في المرحلة دي إنها تكون استوت كويس جدا وما يكونش فيها سوائل كتير. هنحط عليها بقى بصلة متوسطة مفرومة ناعم، وهنقلبها بس معاهم تقلبتين تتشوح بسيط. وبعدين هنحط عليهم كوباية ونص أو كوبايتين من الرز البسمتي، أو ممكن نستعمل الرز المصري الحلو بتاعنا. غسلته كويس وصفيته من ميته وحطيته على طول، وهنقلبه بقى يتشوح وياخد من كل النكهات اللي احنا حطيناها. خطوة تشويح الرز دي مهمة قوي وبتفرق في طعم الرز وتسويته، يعني ما تزهقوش وسيبوه يتشوح براحته. وبعدين هنحط عليهم كوباية ونص برضو أو كوبايتين من البسلة والجزر، الكمية دي زي ما انتوا عايزين أكتر أو أقل. لو البسلة والجزر طازة خدوهم غلوة الأول يبقوا نص سوا، وبعدين يكملوا تسويتهم مع الرز. وهنقلبهم برضو يتشوحوا شوية مع الرز وبقية المكونات اللي حطيناها. وآخر حاجة هنضيفها هي الشوربة. لو مفيش شوربة ممكن نستعمل مية وندوب فيها مكعب من مرقة اللحم، أو حتى نستعمل مية بس. احنا ما حطيناش ملح خالص في التتبيلة عشان الصويا صوص بتبقى مالحة شوية، وكمان هنحط شوربة وفيها ملح، فنظبط الملح في الآخر على قد ما تحتاج معانا. وحطيت مع الملح كمان رشة من الفلفل الأسود، وهنحط كمان واحد أو اتنين من الفلفل الحار، هنعمل فيه شق بسيط كده ونحطه عشان بس يطلع ريحته. ونسيبها بقى على نار عالية لحد ما تغلي وتتشرب شوية من ميتها. وبعدين نقلبها تقليبة واحدة بس ونغطيها ونهدي عليها خالص، ونسيبها بقى على النار الهادية دي تقريبا 20 دقيقة، هو الرز هيكون استوى. كمية الشوربة أو المية اللي هنحطها، كل كوباية من الرز البسمتي بتاخد تقريبا كوباية وربع من المية أو الشوربة السخنة. وعشان الرز ما يعجنش مننا ويبقى مفلفل مش هنحط كمية المية كلها في الأول مرة واحدة. حطيت على كوبايتين الرز كوبايتين وربع بس من المية أو الشوربة السخنة، وسبتهم على النار الهادية يستووا. إذا احتاج رحت مزودة بقى معلقة أو معلقتين، هو هيكمل تسويته على بخارهم يعني. وهيطلع بالشكل الحلو اللي قدامكم ده، مستوي ومفلفل ومش معجن، وريحته كمان حلوة قوي. نقدمه بقى وهو سخن، ونزينه بشوية من الكزبرة الخضراء ورشة من السمسم. الكزبرة الخضراء من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي مع الرز ده. ممكن كمان قبل ما تقفله تحطوا شوية حلوين منها كده تقلبوها معاه. اللحمة مستوية كويس قوي وتقريبا دايبة خالص، طعمها كمان رائع. هي والرز شاربين من كل النكهات الحلوة اللي احنا حطيناها. وصفة لذيذة جدا، جربوها هتعجبكم، وبألف هنا على قلوبكم مقدما.